على ما سمعنا منذ قليل سالم سراج الدين للصعود إلى المنصة، أيضا ليتم تكريمه من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ دكتور يوسف بالمهدي، ويصحبه في هذا التكريم مدير القناة الأمازيغية الرابعة سيد قاسم. فليتفضل لتكريم القارئ سالم سراج الدين حافظا للقرآن الكريم كاملا، والذي جاءنا من مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بشلغوم العيد، وهو في الثانية متوسط، متوج بعدة ألقاب في مسابقات وطنية، مهتم الأكيد بحفظ القرآن الكريم والإنشاد وتقليد الأصوات، ويؤدي الأذانات بعدة مقامات. فهنيئا لك هذا التتويج وشكرا لمن كرمك. إلى المكرم الثالث وهو من فئة السمع، ندعو بن سالم أو المكرمة بن سالم ليندا من مدرسة الأطفال